السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله دلوقتي هنشوفوا ازاي نكشف الترجمات، ونفس الوقت تقدر تفهم الموضوع مش ازاي علشان تحمي نفسك. تمام. اول حاجة لازم يكون عندك ويندوز رامي. تاني حاجة هتسطب باتي فريزر او برنامج تاني هنشوفه مع بعضينا هنستعمله لتجميد الجهاز برضك. البرنامج دوت جميل. هتسطبه على جهازك الاساسي اللي هو دوت جمد النظام. يعني احنا هنشتغل على الويندوز الوهمي بس برضه هنجمد النظام الاساسي علشان لو في تشفيرة او سيرفر يعني كويس ممكن يتخطى الفيرموير، ودي بتحصل مع مش اي سيرفر، مش اي حد يعملها يعني. بس في الاحتياط اللي انت تجمد الاتنين. تمام. نيجي دلوقتي بعد ما طبعا جمدت النظام الاساسي السي والدي كله، نيجي اول حاجة هنا. طبعا هنشرح اول برنامج وهو البرنامج ده. تمام. طبعا البرنامج مشتغلش على ويندوز 7. طبعا كل اصدار للبرنامج، كل نسخة ويندوز بتنزل لها اصدار للبرنامج، فطبعا مش مكانتش عايزة تشتغل، فانا هغيرها اخليها مثلا على ويندوز اكس بي زي ما انتم شايفين كده. ابلاي هتشتغل كده، هتشتغل تمام زي ما هو. ما كانش تفتح، كان بيقول لي روح للموقع وحمل الاصدار الخاص بجهازك، فانت هتحمله يا اما تعملها كده، بس الاحسن ان انت تحمله. وبعدين نيكست، وبعدين تعلم على واحده نيكست تسطبه عادي كده. يقول لي لسه ستارت، اقول له ماشي رستار في وقت تاني. طبعا نسطب برنامج تاني بالمره. البرنامج ده برضك فيه رول. البرنامج دوت ساعات بيجيب لك النو اي بي بتاع الملغي، يعني اول ما تفتح السيرفر هيجيب لك النو اي بي زي ما انتم شايفين كده. ده سيرفر كده كان عايز ملغمه، ونجربه برضك نشوفه شغال ولا ايه الكلام. تنزله فين؟ هو ده. ده طبعا البرنامج زي ما قلنا بتسطب، يبقى كده سطبنا اول اتنين ده وده. طبعا هنحتاجوا البرنامج دوت، هتبقوا حطوه برا كده. تمام. بعد كده بنتعلم على ديت، بعدين ران بروجرامز. تمام. قلنا خدنا البرنامج دوت بروسيسور دوت. طبعا هنسطب برضك البرنامج دوت. وتاني حاجة عايزينها هي برنامج SMSN دوت. ده برنامج عشان لو السيرفر بيقفل فايرول، في سيرفرات هنجربه دلوقتي السيرفر هيقفل لنا فايرول وهيقفل كل برامج الحماية وهيقفل كل حاجة. يعني اول ما تشتغل السيرفر كل اللي انت شايفه ده هيتقفل. فطبعا علشان انت تعمله هنسطب برضك البرنامج دوت. كل البرامج هتبقى تحت الفيديو متقلقوش يعني. ف زي ما قلت لكم هتسطب اول ما تفتح السيرفر كل ده هيتعمل. فالحل هو مع البرنامج ده هتعرف تجيب منه اي بي من دوت. هتشوفوا مع بعضينا ازاي برضك. تمام. وفينش. طبعا هنرستره كده بسرعة. طب اوقف عبال ما يخلص رستار عشان سبيد يجيب شوية. البرنامج فتح اهو. طبعا هنختار نسخة تجريبية لمدة 30 يوم. طبعا يفتح الموقع ليه عشان يخلص. تمام. سيبنا من ده دلوقتي قبل ما يخلص. طبعا زي ما انتم شايفين خلاص كفاية. مش ثواني. طبعا تتك ايميلك هنا. طبعا تقريبا هيبعت على الايميل كود، حاجة
حاجة زي كده، فانت طبعا هتحول الملك على الكود وايه، وتكتب طبعا الكود هنا وتعيش. تمام، تدخل الكود هنا وتك ايه فحص الرمز ويتم تفعيلها لمدة 30 يوم. طبعا هتلاقي السريال بتاعه على النت بدون كلام. نخش بقى على تجربة البرنامج. طبعا تجربة زي ما انتم شايفين التالي يختم منط متقدم. ماشي، علشان طبعا زي ما انتم شايفين البورتات دي هيتسمح لها، دي بورتات متصفحة فعادية يعني التالي تطبيق. تمام، طبعا البرنامج اشتغل. البرنامج التاني بتاعنا فينه مشتغلش ليه يا ترى؟ نرستر كده بسرعة ونرجع تاني. رجعنا تاني بعد الرسترة كده في السرية. طبعا هتك تجربة. تمام، عشان وقت الرن. تمام 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 تمام. فكك من دي. تمام كده. طبعا عندنا برنامج فارول واحد بس اللي يشتغل، عشان احنا شغالين على نقطة 7. اما انا مسطبة على نقطة اكس بي طبعا كلهم ايه شغالين. بس انت طبعا عشان انا محمل البرامج ديت لويندوز اكس بي. انت طبعا هتدور على النت على ويندوز اصدار حسب انت شغال على نظام ايه. فانت تدور طبعا على ايه، على اصدار برنامج يكون شغال على ويندوز 7. طبعا التي فريزر ده الفايرول دوت ده اجمد واحد فيهم، وهو الحمد لله شغال. ده يعتبر احنا اللي محتاجينه. التانيين يعتبر واحد منهم بس اللي بيجيب لك النو اي بي. طبعا احنا مش بنحتاجوه، هنعرف نجيبه ازاي النو اي بي بالبرنامج دوت. دلوقتي هنجمد النظام على اساس ان احنا طبعا هنفعله زي كده بسرعة. تمام كده. طبعا بتخش هنا كده بتعلم على ديت وبتك على دي وبعدين اوكي. طبعا بيتكي بليز وات مش عارف ايه، استنى شوية بعدين اوكي. طبعا الشوت مود دي شايفها فوق، تبقى مادام هي زرقاء كده يبقى ايه الجهاز متجمد. طبعا بتطلع كده هنا اي حاجة هنعملوها مش هتتسيف ولا اي حاجة تحصل. طبعا ما تنساش تكون مجمد نظامك الاساسي علشان مفيش سيرفر يعدي ويروح لك هناك. طبعا ده كان سيرفر متلغم في الجروب، انا مش عارف هو شغال ولا لا، نجربوه. طبعا مش هيشتغل. سيرفر معطوب بمعنى صح، فنفكك منه. دي كانت سيرفر واحد منزل شرح لكشف التلغيم، بيضحك علينا بمعنى صح. تعالى نجيبه. طبعا زي ما انتم شايفين هنفتح السيرفر. هو يعني ايه، يقول لك بليز وات انستول مش عارف ايه. طب تعالى طبعا نيكست. ده واحد من اللي هما كانوا موجودين. نيجي للحاجة التانية واللي هو ده نفس الموضوع. طبعا احنا فتحنا البرامج عايزين نشوف الاتصالات. تعالى شوف ايه اللي حصل في الفايرول. جاب لنا حاجتين، الاي بي اللي هو اللي هيتصل بجهازي. كمان انا فتحت الاتنين، طبعا بالاتنين حاجة واحدة. والبورت 1177 يعني نجرات. هنشوفه هنا. طبعا مفيش لسه ما اتصلش بجهازي. لو اتكيت سماح هيتصل بجهازي، اتكيت حجب طبعا ولا كأنك فتحت البرنامج. فانا دلوقتي هعمل ايه، عايز اعرف ان اي بي. تمام، انا اعرف ان اي بي. نروح خلاص احنا كده مش عايزين دوت ولا ده ولا ده كمان ولا ده ولا ده.
عشان نعرف انه اي بي نفتح البرنامج ده طبعا، وبعدين نتك علينا بعد ديت، وبعدين نتك قبل اوكي. طبعا لحد دلوقتي ما اتكتش سماح، خليك عارف ان انا ما اتكتش سماح. هنا طبعا دوت منفذ عادي يعني سماح عادي. هنا زي ما انتم شايفين تكوا سماح بقى على بحيث اللي احنا نعرف نقول سماح. عشان كده بقولك يعني هو دلوقتي فتح عندنا، يعني هو دلوقتي اخترقنا بمعنى اصح. فنستنى شوية طبعا عبال ما انه اي بي يتفتح. تعمل زي سيرش كده في السريع. ثواني سماح. تمام، هو دوت النو اي بي، هو ده النو اي بي. طبعا زي ما انت هتدور هنا كده طبعا لقينا هنا نو اي بي. طبعا في هو ده اخره بي اي ست، فطبعا ده نو اي بي زي ما انتم شايفين من اول في لحد دي. طبعا زي ما انتم شايفين تاني سماح. انا بقى هو دلوقتي عندنا اهو زي ما انتم شايفين نو اي بي تاني. طبعا لو جينا هنا في برنامج الاتصال دوت هنلاقوه مشرفنا الاخ هو دوت الاسم العملية تي مش عارف حاجة غريبة كده. وتلاقي هنا 1177 1177 ده طبعا النشرات. لو طلعنا وجينا للبرنامج التاني اللي هو بروسيسور هنلاقوا اسم العملية، اسم عملية الأستاذ هو دوت. طبعا اسم العملية هي طبعا زي ما انتم شايفين هنا هي دي العملية بتاعته. طبعا انا لو عايز امسح السيرفر بشوف مكان السيرفر فين، ده لو انا شغلته يعني. اذا كان السيرفر نزل طبعا في المحمد هنا بتروح نهي العملية من هنا اعمل لها ديليت، وبتروح مسح السيرفر وتنضف الكلوجر. وده طبعا اللي عايزها شرح تاني. زي ما انتوا شايفوا جبنا النو اي بي بتاع المعلم. تمام. احنا دلوقتي عايزين طبعا احنا دلوقتي عايزين ايه؟ تمام، نروح نمسحه بقى بسرعة كده. هو دوت تمام كده، هو كده اتمسح. نشوف الاتصالات هو متصل بجهاز ولا لأ. طبعا هو مادام انا نهيت العملية خلاص يعني هو كده اتشال من عندي ثواني. زي ما انتوا شايفين مفيش اتصالات. تمام، نيجي بقى نجرب. اروح اجيب سيرفر كده. السيرفر دوت يعني طلع عيني عبال ما جبته، هيقفل لنا الفايرول وهيقفل كل حاجة، وهي سيرفر جامد يعني. ثواني اجيبه واجرب. اهو زي ما انتوا شايفين التلغيمة ديت. طبعا الترجمة ديت لبرنامج ترجمة بفلوسات، بس بتقفل الفايرول. بنضيف لها اكواد بالفيجوال بيسك، طبعا اكواد جامدة جدا. هنمسحوها دلوقتي، هنحملوها كده بسرعة مع بعضينا، وبعدين نشوفوا ازاي نظبط الكلام مع بعضينا. تمام. طبعا الترجمة بيرفكت يعني جامدة جدا وعيل جامد. طبعا ضحكنا اوي باسم النوع بتاعه. تمام، نحمله كده بسرعة. نروح السيرفر دي كمان ترجمة. لا مش عارف في ايه في النت، رايح حسدوني ولا ايه. طبعا لازم لما وانت شغال على الويندوز الوهمي بتكون قافل الفاير وول
قافل الانتي فيروس، بس انا يعني قفلته، بس نسيت اقفل اللي هي بتاعت تحميل من النت. زي ما انتوا شايفين كده انا قافله، بس نسيت ايه الحماية والحاجات دي نسيت اقفلها. وانت تقفل كله كده تمام علشان ايه. تمام، هو ده السيرفر اللي احنا بنتكلموا عنه، هو جامد جدا ده. نيجي بقى ايه نكشف التلغيم عنه. طبعا ركزوا معايا وشوفوا ايه اللي هيحصل دلوقتي. تمام، شوفوا ايه اللي هيحصل دلوقتي مع بعضينا. طبعا الاتنين فارو قدامه بيتكنسلوا، يعني كانوا بيطلعوا، يعني يعتبر ملهمش اي لازمه مع سيرفر شبه السيرفر ده. شوف اما التاني دوت سيرفر هبل ضعيف يعني. طبعا التلغيمه هنا طبعا زي ما انتم شايفين في جول بيسك 2006، في جول بيسك 6 ان شاء الله. طبعا كده التلغيمه، ركزوا معايا شوفوا ايه اللي هيحصل في الفاير وول. ركزوا معايا، طبعا هو ما اشتغلش اصلا، لا اعلى من المساحه. المهم اللي هو اشتغل على اكس بي، اشتغل على نص اكس بي، يعني جبت البتاع بتاعه. طبعا انا شغلت السيرفر عادي، طبعا لازم تكون قافل اللي هو اللي هناك. طبعا هو شكله السيرفر يعني تعبان فمشتغلش على ويندوز 7. طبعا الترجمة على اكس بي هي موجودة عادي، يعني ممكن نشغله اكس بي دلوقتي، بس يلا هنطول بقى في الشرح مش اشكال. طبعا شغلت السيرفر كده، اشتغل عادي، راح قفل لي الفايرول كله بلا استثناء، بمعنى اصح قفل لي دوت وقفل لي الاتنين التانيين اللي احنا سطبناهم. طبعا بقاليش الا التلاتة دول زي ما انتوا شايفين كده. طبعا العملية شغالة قدامي هنا، البورت بتاعه متصل 81 و 445، وهنا طبعا جاب لي زي 53 كده. انت بقى تقعد تدور في واحد 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 واحد، هنشوفه هناك دلوقتي واحنا بنجيبه دلوقتي. هوقف قبل ما يحمل بسرعة. انا في الويندوز الاكس بي زي ما انتم شايفين، اول واحد بقى اشتغل اهوت. طبعا هنا البرامج شغاله، ده الفايرول اللي قلنا عليه اللي بيجيب النو اي بي. هنشرح بسرعه كده شويه. ده الفايرول اللي قلنا اللي بيجيب النو اي بي. طبعا اتسطب، انا مسطب الاتنين دول بس، الفايرول ده والفايرول اللي هو التاني ده اللي هو ده. طب كويس اللي هو موجود برضك عشان اوريكم. شوفوا التلقيمه دي برضك هنا هوريكم ازاي بنجيب طبعا عندنا التلغيمتين اهمت دوت اللي بيقفل الفايرول. طبعا الفايرول بالنسبه له مش هنعرف نعمل بيه حاجه، تمام. طبعا شوفوا الاول اللي هو الكود ده قبل ما يقفلنا الفايرول، نشوفوا الترجمه. تمام، زي ما انتم شايفين جاب لنا الاتصال اهوت، ماشي. دي تبع الجهاز مش تبع التلغيمه، تمام. طبعا هيطلب مني نت فروم ورك 2، تمام. نفتحوا الاتنين برضك، انا مش فاكر بالظبط التلغيمه فين، بس هيطلب مننا نت فروم ورك 2 والتلغيمه هتشتغل. لاحظ معايا بقى اهو، زي ما قلتلكوا ان التلغيمه اشتغلت. زي ما انتوا شايفين لو اتكيت على الواي هيجيلي على البرنامج ده. طبعا هيجيلي النو اي بي اهو، النو اي بي اهوت والاي بي والبورد. طبعا برنامج جامد جدا، بس طبعا ما ينفعش عشان في اكواد للتخطي بتاعه زي ما قلنا للسيرفر التاني، هنشوفه هيعمل ايه فيه. طبعا البرنامج دوت جاب لنا النو اي بي وجاب لنا كل حاجه، ولو اتقفل يعني لو البرنامج ده قفله يبقى عليك وعلى ايه البرنامج التاني. طبعا هنشوف السيرفر التاني وهو السيرفر زي ما قلنا. شوفوا بس اهم حاجه هو طبعا شغال اهوت، اللي هو العمليه بتاعته بتاعت السيرفر الاولاني. نيجي بقى ايه نكشف التلغيمه بتاعت اللي هو اللي بيقفل الفايرول، التلغيمه البرفكت دي. طبعا بص بقى ايه اللي هيحصل دلوقتي. طبعا مفيش اتصالات زي ما انتم شايفين، مفيش حاجه هنا شغاله مع طبعا شغل السيرفر كده. بص الفايرول هيتقفل اللي هو اللي بيجيب النو اي بي اول حاجه اهو،
طبعا مش هيظهر لي حاجه زي ما انتم شايفين. نستنى شويه كده. زي ما انتم شايفين الاي بي اهوت والبورد 81 ده. لو استنيت شويه اهو اتقفل. يعني انا لسه ما عملتش حاجه، هو مسكه بس اتقفل. مسكه بس اتقفل. اعمل ايه؟ شايف اللي هو اولاني اتقفل والتاني اتقفل. طبعا عقبال ما الاكواد اشتغلت فراح قفل الاتنين فايرول. انا كده عايش من غير فايرول. زي ما قلنا البورت 81 وجاب لنا الاي بي. انا دلوقتي عايز اجيب النو اي بي بتاعه. اعمل ايه؟ طبعا ما عنديش. طبعا زي ما انتم شايفين عاملين شرحنا في اكسبلاير دوت اكس اي. دلوقتي هدور زي ما قلنا زي المره اللي فاتت. الوقت بيجري. طب انا هوقف كده عقبال ما جاش معايا الا لما رسترت الكمبيوتر. تمام. هنشغل كده السيرفر بسرعه. هنفتح البرنامج بتاعنا ونفتح البرنامجين اللي هما اللي احنا هنحتاجهم. طبعا الفاير وول هيتقفل مع حاله. نعمل سمارت نبدأ اوكي اهو. من اول ما فتحت جايب النو اي بي. زي ما شفتوا ان هو الفاير وول الاتنين اتقفلوا والعملية شغالة اهيت. طبعا ده النو اي بي. طبعا النو اي بي قلنا برضو 81 هيبقى برنامج بالفرصت. انا دلوقتي عايز اعرف عايز اكشف الترجمة واجيب. زي ما قلنا معرفناش نجيبه الاي بي بتاعه. طبعا ممكن تعمل حاجة تفتح الدوس، شاشة الدوس كده، تكتب كده وتكتب في الاخر كده او سي شرطة جي وتكتب انتر. طبعا هيجيب لك الاي بي بتاعه. هو دوت 41 هو ده الاي بي. عيل زبالة ربنا يسامحه يعني على اللي بيعملوه في الناس. زي ما قلنا ده الاي بي بتاعه. عايز اتاكد لما عرفنا اللي هو البورت طبعا 81 في طبعا برامج كشف التلهيم. برضه في برنامج تاني اسمه هو دوت. ده طبعا بس برنامج يعني في حالاته مش قوي يعني في الدنيا، فاهمني؟ مش طبعا بتاع معلقة. المهم اللي هو انت بتفتحه وبتختار السيرفر، بتختار برامج الرات. يعني لازم تكون عارف هو برنامج رات ايه. يعني لازم تعرف السيرفر معمول برات ايه علشان تعرف اعدادات السيرفر. دي طبعا حاجة مستحيلة. ده كان شرحنا النهارده. طبعا استنونا في بقية الشروح في الحماية. وفي طبعا اعملوا شرح كده على السريع اول ما انزل نسخة ويندوز جديدة على الجهاز الاساسي، وهيكون الشرح على الاساسي وان هو كيفية الحماية وكيفية تظبيط الجهاز من على كل النواحي. طبعا في برنامج تاني اللي هو تعرف ان البرنامج مضغوط بايه. ده طبعا في شرح تاني هنشرحه. بقية البرامج كلها هنشرحها في شرح تاني. وطبعا مش متبقي حاجة ان انا اشكركم على حسن متابعتكم لينا. طبعا متنساش اللايك زي السكريبت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.